اختفاء عائلة غاميسون في ظروف غامضة. قصة اليوم كتكلم على اختفاء العائلة المكونة من الأب بوبي والزوجة ديالو شيرلين والطفلة ديالهم ماديسون. كان المعروف على هاد العائلة أنها متوسطة ماديا، كانت كتسكن في مدينة أيوفالا في الجنوب الأوسط الأمريكي. معارف هاد العائلة وصفوهم بأنهم عائلة قليلي المشاكل، وأفضل حاجة وقعت معاهم هي ولادة البنت ديالهم ماديسون. كانت طفلة مدللة عند باها وعند الأم ديالها وحتى عائلتها، وكانت أي حاجة كتطلبها كتلبى ليها. كانت الأمور غادية على أكثر ما يرام، وحتى قرروا أنهم يشريو واحد القطعة كانت كبر من حجم العائلة ديالهم الصغيرة. كانوا باغيين يبنيو فيها منزل الأحلام الخاص بهم. هاد البقعة اللي شراو كانت في واحد البلاصة منطقة اللي هادية وجميلة، كانت في الريف الأمريكي بعيدة على الضوضاء ديال البشر والمدينة. في 8 أكتوبر 2009 قررت العائلة باش تمشي رحلة لمنطقتهم الجديدة باش يتعرفوا على هاد المنطقة. ومني مشاو لديك المنطقة ما بقى حتى شي واحد سمع ليهم شي خبار. دازو بزاف ديال الايام على اختفاء عائله غاميسون، وكانوا واحد الرحاله غاديين مسافات طويله وهما يلقاو السياره ديال هاد العائله، وكانت السياره الابواب ديالها مفتوحه بطريقه غريبه وما لقاو فيها حتى اثار لهاد العائله الا الكلب ديالهم. كان بواحد الحاله اللي صعيبه بزاف، خاصه انه ما واكل حتى شي حاجه، لا ماكله لا شراب، وبقى مده طويله هو هكاك. كان من المعروف على ماديسون انها ما كتفارقش الكلب ديالها، فين مشات هي وعائلتها ومداوش معاهم الكلب. وعلى الفور تم ابلاغ الشرطه على وجود سياره عائله غاميسون، وكانت تحقيقات الشرطه البدائيه كتقول بان اختفاء هذه العائله كان بفعل فاعل، لان عند النظر لطريقه وقوف السياره شافوا بانها غير مناسبه. وعلى ما يبدو أن هناك سيارة أخرى اعترضت سيارات غاميسون، عائلة الغاميسون، واختطفوهم لأن أبواب السيارة كانت مفتوحة بطريقة غريبة. بدات المفاجآت كتبان وحدة مورا وحدة عند الشرطة، فاش لقاو أن جميع أغراض هاد العائلة مازال داخل السيارة، من الفلوس والماكلة، الهواتف، بطاقة الائتمان، كل هاد الأشياء ثمينة جدا وما كانتش مسروقة، ومن الواضح أنه تم إنزالهم مجبورين وكأنها حالة خطف. ولكن كما قلنا سابقا أن الشرطة عثرت على بزاف من المفاجآت بهذه القضية. فكان هناك ورقة من بين عدة أوراق وجدتها الشرطة، وكان مكتوب فيها كلام كثير الحقد من شيرلين إلى زوجها بوبي اللي هما الأب والأم. والمفاجأة الثالثة اللي عثرت عليها الشرطة عند تفتيش السيارة هو وجود مبلغ مالي كبير كيقدر ب32,000 دولار. فإذا كانت هاد العائلة في حالة اختطاف، علاش بقى هاد المبلغ الكبير في السيارة؟ وكان هاد المبلغ موجود تحت الكرسي السائق اللي هو بوبي. بعد كل هاد التفتيشات والأغراض اللي عثرت عليها الشرطة تم توسيع البحث المكثف على أفراد عائلة الغاميسون، وكان هناك كلاب بوليسية كتتبع أثر هاد العائلة، ولكن ما وصلوا لحتى شي نتيجة، وقفوا عملية البحث عليهم بعد يأس شديد. لكن من اللي دازت 4 سنين وعلى بعد أميال من مكان الحادث تم العثور على 3 الجثث، بينهم جثة رجل وامرأة وطفلة زعما لعائلة غاميسون. سبب هذا الخبر صدمة كبيرة للناس اللي كانت منشغلة بهذه القضية، وخاصة لعائلة الضحايا. بدات الناس كتشوف نتائج تشريح الجثث، كيتسناو باش انها تخرج على احر من الجمر باش يعرفوا شنو اللي وقع مع عائله غاميسون. احتاجت النتائج الصادمه للشرطه واللي زادت القصه غموض وتعقيد، لانهم لقاو بان اسباب الوفاه مجهوله، وذلك بسبب مرور مده طويله على تحلل الجثث، حيث مده 4 سنوات ليست مده قصيره.
هنا ولاو الناس كيعطيو نظريات مجهولة لهاد القضية، منها النظريات اللي سيئة، منها اللي غريبة، ومنها المعقولة. إحدى النظريات قالت بأنه في ذلك الوقت خرجت العائلة للتنزه، ولكن ضاعوا في منتصف الغابة بسبب هطول الأمطار والعواصف القوية. إلا هاد النظرية ضعيفة جدا، بسبب أن التقارير أثبتت أن في ذلك الوقت كانت الأجواء هادئة نوعا ما، وكان المفروض أنهم يبقوا في السيارة، لكن كما شفنا أنه كانت الأبواب مفتوحة بشكل غريب، ووجود الكلب أيضا في حالة يرثى لها. وبعض الناس قالت بأن شيرلين هي اللي قتلت الزوج ديالها، وقتلت البنت ديالها، وقتلت نفسها بسبب حقدها على الزوج ديالها نتيجة الورقة اللي لقاو، واللي كانت كلها عبارات اكتئاب، ولأنها كانت كتعاني من اكتئاب حاد لأن صديقتها كانت متوفاة في ذلك الوقت. لكن هذا لا يدل على أن كل شخص كتب ورقة فيها حقد على شخص معناه أنه غادي قتله ولا باغي قتله، حيت كاينين بزاف ديال الاشخاص اللي كيفرغوا الطاقه السلبيه ديالهم في الورق. وهذا ما طلبه الطبيب ديال شيرلين، انه عندما تشعر بغضب شديد تجاه احد تفرغ الطاقه السلبيه ديالها بالكتابه. حتى والدة شيرلين قالت انه من الممكن ان شيرلين تقتل الزوج ديالها، لكن مستحيل ابدا انها تقتل بنتها. بعض الناس لقوا اصابع الاتهامات على والد بوبي، لان العلاقه بينهم ما كانتش مزيانه، وكان بوبي كيرفع قضايا على الوالد ديالو باش ياخذ حقه من محطة الوقود اللي كان كيعمل زعما خدام فيها في داك الوقت. الا ان الشرطه والحكومه ما صدقوش هاد الادعاءات، حتى ان عم بوبي اللي كان هو اخ والد بوبي قال ان انا عارف بان الاخ ديالي شرير، لكن من المستحيل انه يقتل الابن ديالو، وخاصه انه توفى بعد اختفاء عائله غاميسون بشهرين. الشرطه كانت كتقول بان بوبي وشيرلين كانوا كيقدموا ادعاءات كاذبه حول ناس كتبغي تعترض الطريق ديالهم في السياره، واكتشفوا بعد ذلك ان الامر ما كانش صحيح، وان هذيك الادعاءات لا اساس لها من الصحه. وظهرت نظرية كتقول بأن عائلة غاميسون كانوا متورطين في تجارة الممنوعات، خاصة أنهم ظهروا في كاميرات المراقبة وهم ينقلون بضائع داخل السيارة الخاصة بهم دون أن يتحدثوا مع بعضهم البعض. وهذا ما يفسر أنهم عثروا على مبلغ 32 ألف دولار داخل السيارة، وأيضا ذهابهم لمنتصف الغابة. لكن الشرطة ما عطات حتى شي نظرية أهمية، لأنهم فتشوا بيتهم وما لقاو فيه حتى شي دليل كيدينهم. ظهرت نظرية مخيفة نوعا ما وغريبة جدا، وهي كتقول بأن جيران عائلة غاميسون كان لها يد في مقتلهم، والسبب أن بوبي وشيرلين كانوا كيتهموا جيرانهم بالسحر والشعوذة، وأن شيرلين كانت كتآمن بوجود أرواح وأشباح مخيفة كتسكن البيت ديالها، وأن الابنة ديالهم ماديسون كانت كتكلم صديقة وهمية لها. وسبب مقتل هذه العائلة كان على يد هذه الأشباح اللي سلطتها عليهم جيران العائلة. وظهرت صديقة شيرلين قائلة أن شيرلين كانت كتحتفظ بكتاب السحر والشعوذة لأنها كانت كتعتقد وجود أرواح في البيت ديالها، لكن الصديقة ديالها قالت بأنها ما كتآمنش بالأرواح. هي اللي قتلت العائله ديال غاميسون. حتى اهالي هذه العائله نفات هذه النظريه تماما. النظريه الاخيره ان والده شيرلين قالت ان عائله غاميسون كانت مهدده بالقتل من قبل عصابه غامضه. هذه العصابه كانت كل مرة كتحط أسماء ديال العائلات وكتضايقهم، وبالتالي قررت العصابة التخلص منهم. وكانت عائلة غاميسون ضمن هذه القائمة، حيث قالت صديقة شيرلين أن شيرلين جاءها اتصال من امرأة وقالت لها كل هذا الكلام، لكن الشرطة حاولت العثور على هذه العصابة الغامضة وما لقات لها حتى شي آثار. الشرطة خلال تفتيش الهواتف بوبي عثرت على صورة لماديسون كانت غريبة جدا. من الممكن أنه التقطها لها والدها أو شخص آخر. عندما رأت العائلة صورة ماديسون تفاجؤوا، قالوا أن ماديسون ما كانتش على هذا المظهر، كانت دائما مبتسمة ومرتبة عند التقائها للصور. وبالرغم من كل هذه النظريات والاحتمالات والتحقيقات، إلا أن قضية عائلة غاميسون كتبقى مفتوحة إلى يومنا هذا بدون أي حل.